بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طبق حلو يدفي في الشتاء، اللي هي الشعريه اهيت. اهي ممكن تعمل بكذا طريقه. انا عاملاها بالنشا، ممكن تعملها بالكاستر، ممكن تعملها باللبن بس سايله سايله، مش لافه زي ما انتوا هتشوفوها كده، زي ما شفتوها كده. معايا بقى طريقتها: معلقه سمنه بلدي كبيره، مج شعريه. انت عاوزه تزودي الكميه على حسب افراد الاسره تزودي. انا عامله على حسب افراد الاسره اللي عندي اللي هياكلوا، عشان انت بتتاكل سخن، متتاكلش بارده، عشان هي بتدفي للشتاء. اهي تحمري الشعريه بنفس الطريقه كده، تحطي على بقى مج ميه. تسوي الشعريه اول ما تشرب منك الميه دهيت. اهي شربت الميه، هي تزودها بقى مجين ونص لبن. اهي، او زودي مجين في الاول، وبعد كده لو احتاجت منك عايزه ترفعي عن كده رفعي. انا حطيت مجين، وبعد كده خدت مني زي نص مج تاني في لبن يعني. اهو، وتخليها تغلي شويه في اللبن كده. ومعايا بقى ايه نص مج لبن برضو، نحط فيه معلقتين خراميتين بتوع الاكل نشا، وندوبهم فيهم كده. عايزه تحط بدل النشا كاستر حطي، بيديها طعمها بيديها طعم جميل برضو. ودلوقتي هي غلت شويه مع الشعريه، هنحط بقى على السكر بتاعها، والسكر ده نسبي. عايزه تزودي السكر عن كده تزودي، عايزه تنقصي نقصي. نص المج اللي انت عيرتي بيه اللبن والشعريه سكر، والسكر ده على حسب الرغبه زي ما قلت لك. وحطينا بقى النشا اهوت بعد السكر. بتلفي على طول، تقلبي على طول عشان ما تلزقش منك في الارضيه. بس بقى تغلي شويه بعد النشا، عشان النشا دوت بيستوي، عشان لو ما استوش يبقى طعمه باين في الاكل وانت بتاكليها يعني. اهو حطيت، انا زودت نص مج لبن تاني عشان لقيتها غليظه شويه، حبيت نرخفها يعني. وفي الاخر هحط باكت فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. وهي ده السمك بتاعها، انا عاملاها السمك ده، هو ده عاجبني يعني. انتوا عايزين تخرفوها عن كده رفيه، زودي شويه لبن بس. بتفرغها بقى ببولات كده اهوت، وتتاكل سخنه. اهي زي السحله، بتتاكل سخنه، متتاكلش بارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه، واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. اتفضل بقى، فرغها في بولات كده اهوت. وانت عايزه تزودي الكميه زودي على حسب افراد الاسره يعني. ومعايا بقى سوداني اهوت نزينها بيها. عايزه عندك اي مكسرات زيني، زبيب، بشر، زي مكسرات سوداني بس. مش عايزه تحط اي تزيين خالص، ما تحطش، بتتاكل كده عادي من غير حاجه. اهو بعد ما خلصت واستوت اهيت. اهو جربوها وتعجبكم، بتدفي في الشتاء خالص، وجميله خالص وسهله وبسيطه، ومكوناتها كلها من البيت. شايفين السمك بتاعها يعني، زي ما انتم شايفينها كده. عايزين نخلوها كده، خليها. عايزه تزودي تخليها رايفه عن كده، زودي شويه لبن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.